ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير وصحة وسلامة وهنا. اليوم أكلتنا أيضا مميزة جدا، أكلة عراقية بامتياز، أكلة روعة حاضرة كل حفلاتنا ومناسباتنا الحلوة، تجمعاتنا، يا رب يجمعنا دائما بالخير بكل أحبابنا. أكلتنا اليوم هي البرياني. البرياني هي أكلة رائعة طيبة لذيذة تجمعنا، طعمها روعة، مكوناتها تجنن. هاي مكوناتها، أنا اليوم مستخدمة شعرية تقريبا كيس ونص، يعني 4 كاسات. البطاطا حسب الرغبة، بازاليا وجزر سلقتها وحطيتها بمي بارد حتى لا تكمل الاستواء وتحافظ على لونها الحلو. بصل شرائح صغار، لوز للتزيين، بهارات البرياني العراقية الأصلية، بابريكا، كركم، نومي بصرة أو لومي، ملح، فلفل أسود، ماجي، هيل، قرفة، دارسين، وأعواد القرنفل. طبعا الدجاجة على النار، الرز على النار، مي الرز، يعني راح نسوي الرز أيضا ببهارات البرياني، شوية ننطيه بس لون ونكهة من البهارات. وهسه أقلي البطاطا والشعرية وأراويكم الطريقة، خليكم وياي حبايبي. التمن مالتي مغسول ومنقوع، وهذا مي التمن اللي راح نسلق بيه مي الرز، ورق غار، وراح أحط له ملح وكم ملعقة من بهارات البرياني الروعة، يعني ملاعق شاي 2 3 كافي، هيك تمام. البهارات الباقية حنبقيها للحشوة. هسه شوية ونضيف الرز ونتركه إلى أن يستوي ونصفيه بنفس طريقتنا المعتادة. هنا راح أحط زيت وأقلي البطاطا، وهناك راح أقلي الشعرية. أكمل وأرجع لكم حبايبي. هسه أول شي راح أقلي البصل، وراها بنفس الزيت مال البصل أقلي الشعرية. هنا أنا حاطة زيت للبطاطا، هسه راح نضيفها وتتحمر شوية ونشيلها على جنب هي والبصل، ونكمل الشعرية ونضيفهم على بعض. خليكم وياي حبايبي. هاي البصل على النار بلش يذبل، وهاي البطاطا، وهذا مي الرز حطيت له الملح وشوية بهارات برياني، شوية من الكركم، من البابريكا، من البصرة، من الهيل والقرفة، من كل شي شوية حطيت له. وهذا الرز مالتنا المغسول، أنا منقعة كاستين، هذا مقدارنا متعودين عليه. طبعا ما شاء الله هو راح ينشر ويا الحشوة. هسه راح أكمل خطوة ثانية وأرجع لكم، خليكم وياي حبايبي. هسه بعد ما تكرمل البصل وصل لهالدرجة، نفس الزيت اللي قلينا بيه البصل، لأن طبعا نكهة تكون بيه روعة، نحط الشعرية ونقليها إلى أن تاخذ لون شوية أشقر. بعدين نضيف لها البهارات والماجي وسوب لحم، سوب دجاج، أو بس مي عادي، كله ماشي وكله يطلع لذيذ. خليكم وياي خطوة بخطوة اليوم وأكلتنا البرياني اللذيذ حبايبي. هسه تحمرت الشعرية، شوفوا لونها، هذا اللون الأشقر الفاتح مو كلش غامق. هسه أضيف المي، طبعا أطيب شي يسوي مي اللحم، مي سلق اللحم، سوب اللحم أو سوب الدجاج. حتى الرز يتسوى بسوب الدجاج أو سوب اللحم، بس إحنا يعني شو نسوي ما نحب، فخلاص. طبعا راح يطلع مو طبيعي. أني الحمد لله كل اللي ماكلين ببيتي برياني من إيدي انجنوا على طعمه وظلوا يحكون بي أيام وأيام. إن شاء الله يعجبكم أنتم.
لما تسوون طريقتي، طريقة سهلة صح طويلة لكن سهلة. هسه بس شوية يغلي المي راح احط البهارات، او هسه احط البهارات مو مشكلة. انا المي قليل هذا راح اضيف طبعا بعد مي، وبهاراتي كلها راح احطها. هاي الهيل ملعقة اكل، القرفة ملعقة اكل، اعواد القرنفل، الملح والفلفل الاسود. طبعا بهارات البرياني هي بهارات خليط كوكتيل من كثير من البهارات، لكن أنا أحب أعزز النكهة. هاي تقريبا ملعقتين أكل من بهارات البرياني العراقية. وهاي الإضافة الأخيرة اللي هي البابريكا والكركم والبصرة. نخلطها خلطة سريعة. وهسه راح أضيف مي بعد كفاية. لما راح تستوي الشعرية وأحسها خلاص استوت، أضيف عليها البصل، البطاطا. شنو عندي أشياء قليتها وخلصت منها. هسه عندي البزالة يعني سالقتها، يبقى بس أقليها شوية، بس أحمرها بالزيت تقليبة سريعة ورا ما أخلص البطاطا، وينخلط كله ويا بعضه ويكون الرز جاهز. والدجاج مسلوق وبعدين أدخله بالفرن، ومثل ما تحبون مسلوق بس مشوي، كل من حسب رغبته. راح أضيف له مي وأتركه يتهدر مثل طريقة الرز. خليكم وياي حبايبي. هسه البزالة والجزر خليناهم وهي مصر دقايق، يعني دقيقتين ثلاثة، وخلاص أطلعهم لأنهم مستوين أصلا بالسلق. أحطهم هنا حتى بس تستوي الشعرية أضيفهم، نجمعهم ويا بعض. الرز مالتنا يعني شوية بس دقايق وراح نصفيه. الشعرية بس تشرب ميها راح نخليها على التهدير هم شوية مثل الرز 15 دقايق. وراها أراويكم شلون نجمع كل شي يصير البرياني لذيذ. خليكم يعني. هسه بعد ما استوت الشعرية ما شاء الله، هسه راح أضيف لها، شوفوا شلون استوت تجنن. هسه نضيف مالتنا البصل والبزالة والجزر. ما أقدر أوصف لكم الريحة، يعني أتمنى أكو برنامج يوصل الريحة. مستحيل ريحة البهارات هاي العراقية ولا أروع. شكرا نعومة حبيبتي. هسه أجي أضيف البطاطا. البطاطا مستوية متحمرة زين، نخلطهم كلهم حتى ياخذون نكهة البهارات، لأن الشعرية مليانة بهارات. خلاص يعني ما نحط شي. الرز مالتنا مستوي عند السكب، راح أسكب وياكم حتى تشوفون. طبعا أكو طريقة إنه تنخلط الحشوة ويا الرز بجدر واحد، طنجرة واحدة، بس أني أحب هذا المنظر، يعني أحب إنه يكون منظر الحشوة فوق الرز. أكو ناس تسوي الرز أصفر بس، الرز أبيض، أو ضيف له بعض البهارات من اللي استخدمناها، خاصة بهارات البرياني وكركم وهيجي، حتى يصير بيها لون شوية بس على صفار أو على بني فاتح. هسه حشوتنا جاهزة والرز مستوي. أنا دا أنتظر الدجاج شوية. هذا اللوز مالتنا عند التزيين راح نحطه، وانتظروني بوقت السكب. حبايبي هسه حضرنا سفرتنا، غدانا اليوم البرياني العراقي ولا أروع. هسه هذا الرز مالتنا صبيته صحن مناسب، وهاي الحشوة اللذيذة. اوف الريحة، أتمنى تشمون بعد مدى نتحمل الريحة. هاي الحشوة طبعا يا أما نخلطها مع بعض بطنجرة جدر واحد، وعادي نفس الشي، طبعا نفس النكهة نفس الشي، هم شكل حلو، بس احنا نحب هذا الشكل.
وهسه راح نحط الكمية المناسبة. بعد ما تحمل جأت كلش. يعني الريحة قاتلة. هسه تمام. اجي هسه ازين باللوز. راح استخدم هاي الملعقة. طبعا اكيد التزيين حسب الرغبة، المكسرات اللي تعجبنا، ممكن كازو، ممكن كشمش اللي هو الزبيب، ممكن فستق سوداني حسب الرغبة. صنوبر ولا أروع طبعا الصنوبر، طعم وفوائد. هذا اللوز خلصنا منه. هسه نجي على أهم فقرة اللي صار أحكي عليها، هي البيض المسلوق اللي مقلي بالبهارات والزبدة. هسه أجي أقطع البيضة بالنص. يلا أبادلها من شهر. أوكي، لا ارجعي. نحطها بهالشكل، او طبعا تنحط، ممكن نخليها هي صحيحة بدون تقسيم، تتقسم بالشكل اللي تحبوه. يجوز تستغربون انه البيض مع البرياني، بس يعني ما تتخيلون الطعم، روعة جدا. هسه هاي اغراضنا لازم نشيلها وارجع لكم ثواني حبايبي. وهذا هسه غدانا اليوم. سهمكم العافية، تمنيناكم ويانا. صحن الخضار واللبن. هذا مخلل البصل والثوم والفلفل الأخضر، أنا أسويه بالبيت، لذيذ جدا. فوائد البصل لا تعد ولا تحصى، خاصة إذا مشوي وإذا مخلل. هذا الدجاج مالتنا سلقناه ودخلناه للفرن مع بعض البهارات وزعتر بري مجفف. وهذا البرياني مالتنا، الرز والحشوة الرائعة والبيض المقلي واللوز. وإن شاء الله ألف عافية لكل من يشاهدنا. وأتمنى إذا عجبكم الفيديو، عجبتكم طريقتي، تشتركون وياي بقناتي، وإن شاء الله تشوفون أشياء حلوة تفيدكم وتستمتعون بيها. أتمنى منكم تدعموني باللايك وتابعوني دائما. شكرا لكم. نلتقي بأكلة لذيذة وجديدة من طبخاتي بنفس أمي. مع السلامة. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي.